أهم. التقي على عجالة رئيس نادي النصر سمو الأمير فيصل بن تركي. سمو الأمير، مباراة بالتأكيد كانت رائعة من جميع الجوانب. نتحدث عن الجانب الجماهيري، الملعب امتلأ بالتأكيد. الطموح الأكبر كان الصدارة، لكن لم تحضر الصدارة للفريق النصراوي. لا، جاية قريب إن شاء الله. لكن أنا لي تعليق بسيط. سمعت من أحد الأخوان الأخ عبد العزيز البكر عندكم في الاستديو يقول إن حسين يجب أن ترى لجنة الانضباط، يجب أن ترى لجنة الانضباط نايف هزازي وسعود كريري في المباراة كاملة ولاعبين الاتحاد كلهم اللي طلعوا عن الروح الرياضية من بداية المباراة. ربما من لفظ سمو الأمير أن كل حديث دائرة، ممن ذكر الكلام أيضا الزميل عبد العزيز البكر في الاستديو يستطيع التعليق أن ذرات. الزميل عبد العزيز. لكم ساعد. طبعا نقدر الأمير فيصل بن تركي رئيس مجلس إدارة نادي النصر، والحديث كان من الكابتن محيسن الجمعان بأنه رفض بالتحديد ما جاء من اللاعب حسين عبد الغني وأيضا سعود كريري. أتمنى الإيضاح بأن ما جاء من الكابتن محيسن الجمعان وهو متواجد جنبي وبإمكانه بالتأكيد التأكيد في هذا الجانب إذا كان يتحدث كابتن محيسن. نعم زميل عبد العزيز، على الرغم من رداءات الصوت لكن اشعر بان الفكره وصلت. سمو الامير الزميل عبد العزيز البكر يتحدث بان المحللون في الاستوديو تحدثوا عن هذه اللقطه، وتحدثوا ايضا عن لقطه اخرى بما يخص الكابتن سعود الكريري في نادي الاتحاد. بالتالي هنالك حديث عن لاعبين في ناديين مختلفين. لا يتوجد ما علي من حديثهم، انا قلتها مرارا وتكرارا. التحليل عمل، لكن احنا الحمد لله شايفينها في التلفزيونات 20 مره عدناها تو يوم دخلنا. انا احترم الجميع اللي موجودين عندكم في الاستوديو، لكن كفانا لف ودوران، خلاص كفانا. واضح وش صار في الملعب، ولا عاد نقعد في القنوات، خصوصا قناه الجزيره اخر الايام. يعني انا ما اقول لك صراحه اخر الايام ما هي عجبتني تغطيتها مع نادي النصر والطريقه اللي تعامل فيها في نادي النصر. ما الذي لمحته سمو الامير؟ ما الذي طرح هذا الفكره فيه؟ بحث مع الكبار في نادي الجزيره في الجزيره الرياضيه، لكن يعني صراحه يعني أنا ماني مقتنع في كلام الأخوان. أي نعم نحترمهم وكل شيء، لكن لف الدوران ما نحبه. اللي صار في الملعب كلنا حاضرينه وكلنا شايفينه، وأحترم آرائهم. لكن رأينا احنا أنه صار في أحداث في المباراة ما هي كبيرة، لكن من بداية المباراة المفروض يطرد سعود كريري. هم اللي استفزوا لاعبيننا في الملعب، واضحة وصريحة. ونايف هزازي كابتن كبير المفروض ما يتصرف بهالتصرفات الغريبة يعني اللي في آخر المباراة. تعودنا من الاتحاد. نحترم كلامك سمو الامير، وبالتاكيد كبار الجزيره ومن يتواجدون في الجزيره وعلى راس الجزيره بالتاكيد يضعونه محل الاحترام. بجانب فني شهاده النصر افضل وكان هو من يستحق النتيجه عطفا على التقدم. ما في شك. بالنسبه للفريق النصراوي بعد هذا التعادل المخيب بالامال بالنسبه للجماهير النصراويه، باعتبار الفريق النصراوي كان متقدما. تشعر فتره التوقف تخدم الفريق النصراوي في هذا الوقت لاعاده لملمه الاوراق والبدء من جديد في حصد النقاط؟ احنا والله كان ودنا نتاجل دوره الخليج ونستمر في المباريات القادمه، لكن على كل حال يعني احنا بنمثل الوطن في دوره الخليج، وان شاء الله يرجع الدوري بعدها. يعني مبارياتنا مهمه الجايه يعني، وان شاء الله الفرق بتلعب مع بعضها في المباريات الجايه، الاتحاد مع الشباب مع الهلال، ونشوف ان شاء الله وش يصير. شكرا لك سمو. شكرا لسمو الامير فيصل بن تركي رئيس نادي النصر. وبالتاكيد حديث سمو الرئيس فيصل بن تركي بالتاكيد هو محل احترام الجميع في الجزيره الرياضيه. واترك التعليق بالتاكيد للزميل عبد العزيز البكر في الاستوديو مع ضيوفه الكرام.